يا مرحبا وسهلا فيك يا مبارك. يا ابو ظبي راد ربي والخطا كتبت عسى خير، ولا ادمي لا كتب له درب ما لا عنه شيفه. حليت بك ضيفه بمثل بك وجيهن مسافير، ما جيت طراش وانا داريه خضراء ومريفه. الله ولا عليك من الافاضل زايد الخير، واستخلف اليوم من نسله بعد موته خليفه. سمح الجناب ان غدا في العلم لغط وثور ونسير، مهدب يقصها قصه يطير بدون خيفه. بيض الله وياك وصحة لسانك يا محمد. محمد، أنت أول شاعر سوداني يتواجد ويانا في منافسات شاعر المليون. شو شعورك وأنت تعرف أن الملايين يتريونك ويتريون مشاركتك؟ والله إن شاء الله أكون قدر الكرسي هذا اللي أنا بقعد عليه. بيض الله وياك، وأنت إن شاء الله كفو وقدر الكرسي وزيادة. حياك الله يا محمد، اللجنة والجمهور في انتظار مشاركتك. بسم الله الرحمن الرحيم. أرحب بالقنصل السوداني والجالية السودانية والحضور والجمهور خلف الشاشات. استسمح اللجنة في بيات لسيدي رجل السلام ومحقق الوحدة الرئيس عمر البشير حفظه الله. يقول من قبل 20 عام ويشهد الإعلامي قادها حزب البشير وجعلها للمية، لا اعتبروا بالسعد والدين والإسلامي يومها أعلنها بصراحة دولة إسلامية. قبلها جرح الكبود المكتوية دامي، والخدود ملطمة والحرب عشوائية، واستتبل من في ليالين وأيامي، والثناء والحمد لله محس البرية. القصيدة المشاركة يقول يا هاجسي هيض أشواقي لزين اللحون، اليوم كل يبا يبدأ بجزل معناه، عنيتني من وراء كسله ذيك القطون ورضيتك وباغي الجمهور شعري رضاه. خابرك تسبق اليام البال ضاق الحتون، لا تخذني اليوم شاعر سو وضعه براه، عساه يكسب ثنى ربع منه يحترون، ناموس تايه جبينه ظرف قاسي وطاه، عبوس لون الزمن عبوس له يضحكون، وهاته بالحنايا تموت قبل شفاه، فان كانها بالقصايد والله اني بشترون ونعودت للحمي السعد منهم ذراه. عيني تزايد سهرها وضاقت من الجفون، يا كيف ترقد ومطمعها طويل مداه، لا تبتلين الفؤاد اللي نحل يا عيون، اغف ايما جاه من ضمن الدهر ما دهاه. لا تبتلين الفؤاد اللي نحل يا عيون، اغف ايما جاه من ضمن الدهر ما دهاه. الله اللي اراد عسرات الاشايات هون ولا خاب عبد بثلث الليل قام ودعاه. امد كفي جزالة شعر ما هي ظنون، واشرب من زلالهن غير يشرب من غذاه، وتخونني كل صدقاني وهو ما يخون، عاهد جدودي وعاهدني وجم الوفاه. سهبت من دار ابو حامد وسقت الضعون، ودنيت صهب الربم في نبت بول حماه، متفجيات الصدور مضمرات البطون، ما حافهم بيطري ولا عطاهن دواه، وخيلهم في السباق لونه يزحمون بول مراكز ولا لي ما نحرك عصاه. ذهبت من دار ابو حامد وسقت الضعون، ودنيت صهب الربم في نبت بول حماه، متفجيات الصدور مضمرات البطون، ما حافهم بيطري ولا عطاهن دواه، وخيلهم في السبق يلونه يزحمون بول مراكز ولا لي ما نحرك عصاه. ما هو تحدي ولا نقص بمن يسمعون، لكن لمسنع الحرارة هقون هقاه هذا، وانا مالي على الرفاقة ديون ولا لحد عندي يهدين يدور نقاه. سلامك محمد، شكرا على هذا الحضور أولا، وهذا الإلقاء الجميل والتفاعل مع النص. القصيدة جميلة، وخاصة في نصفها الأول الذي يتحدث فيه عن الشعر، ففيه كثير من الصور الشعرية والعبارات الشعرية. ناموس تايه جبينه ظرف قاسى وطاه، لا تبتلين الفؤاد اللي نحل يا عيون، عبارة جميلة فيها كثير من الصور التقليدية التي حدثها الشاعر، يعني أدخل عليها ما جعلها حديثا.
في الآخر 4 أبيات أنا رأيت أن الشاعر قد ذهب إلى الاستطراد، يعني عندما ذكر الإبل والمطايا ذهب إلى وصفهن، ثم إلى السبق، ثم ذهب إلى الاحتراس، ما هو تحدي ولا نقص بمن يسمعون، هذا وأنا مالي على الرفاقة ديون، هذا بيت آخر. فأنا رأيي أن ال4 أبيات الأخيرة كانت انفراط عن النص الأساسي. شكرا. تفضل أبو علي. حياك الله يا رشيدي. الله يحييك يا أبو علي. القصيدة إلقاءك كان فيها جميل. القصيدة بشكل عام فيها العديد من الصور الشعرية. وهاته بالحنايا تموت قبل الشفاه، صورة جميلة. يعني بشكل عام أنا لاحظت أنك أنت تكلمت عن غرض أو عن موضوع تقليدي يتكلموا كلهم عن المسابقة وهذا، لكن أنت اختلفت في أنك تحدثت عن المطايا أو عن الشيء اللي أنت بتستخدمه في هذا القصيدة، تحدثت عنه في آخر القصيدة. الشعراء كل الشعراء وأغلب الشعراء اليوم تحدثوا في البداية، اللي يتحدث عن فرسه واللي يتحدث عن ناقته، ولكن أنت قلبت الصورة وأجلت هذا الموضوع إلى آخر القصيدة، وهذا أنا أعتبره ما يميزك في تناولك هذا الموضوع بهذه الصورة. هذا ما ينفي أن عندك يعني بعض الصياغات الشعرية اللي يعني تخفت فيها الشاعرية، يعني تكاد تكون من النظم أكثر من الشعر. ودنيت صهب ربا في نبت بول حماه، أيضا صورة جميلة. القصيدة تنتمي بشكل كبير إلى البيئة اللي أنت عايش فيها، وأنا أعرف أن محمد أيضا قادر أن يكتب أجمل وأجمل من هذه القصيدة، ولكن دائما متألق. أتمنى لك كل التوفيق يا أخي محمد. محمد قواك الله. الله يحييك. صح لسانك. خير من يمثل السودان في هذا المساء يا محمد، في هذا اي والله لخت حصة تقول أول شاعر سوداني يشارك معنا في المسابقة، وفعلا يعني مشاركة جميلة ومميزة. حضورك أنا كنت متأكد من الشعر وكنت أراهن على شعرية محمد بركي، ولكن الحضور اللي كنت يعني، لكن الحمد لله ثلج صدري في هذا الحضور المميز. نصجة جميلة، اللهجة الرشيدية لهجتك أنت بعد ما يحتاج. يعني في كلمات يمكنها مثل أقفى يا ما جاه، يعني الكلمة هذه